عشان هي طبعا ست البيت ايه تعمل بتشم حاجه، بتلمس حاجه، بتلمس حاجه. غسيل الديترجنت بتاعت أيوة الصابون، الغسيل والصابون والميه والسقعه والكلام ده ورعايه كله. الاطفال في سن صغير. طيب يا دكتور، حضرتك جبت سيره الاكزيما، وانا يعني من ملاحظاتي ان ناس كتير جدا 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 عندهم المشكله دي، ولها اسباب كتير وانواع كتير. ممكن تقولي اشهر الانواع واشهر علاج ليها؟ هي الاكزيما طبعا انواعها كتير، بس اكتر انتشار فيهم اكتر في الشتاء برضه، يعني معظم انواعها بتزيد في الشتاء. نيجي لاول حاجه اللي هي الاتوبيك ازما او دراي اكزيما. ده بيبقى استعداد في الجلد، بيجي مع الحساسيات اللي بتيجي مع الجلد او مع العيون الموسميه او في الجيوب الانفيه او في الربو. دي بتيجي بقى مع الحساسيه التأتبيه بنسميها، تيجي خفيفه عن في الجلد. نيجي للاكزيما التلامسيه اللي هي الحسيه، زي اشهر حاجه الكونتاكت ديرماتايتس او اكزيما ست البيت او هو سواف اكزيما. دي مشهوره جدا عندنا. ليه مسمينها كده يا دكتور؟ عشان هي طبعا ست البيت ايه تعمل بتشم حاجه، بتلمس حاجه، بتلمس حاجه. غسيل الديترجنت بتاعت الصابون، الغسيل والصابون والميه والسقعه والكلام ده كله. ورعايه الاطفال في سن صغير، كل ده بيخليها تعرض ايديها للحاجات دي كتير، وطبعا الطبيخ وكل ده. فده بيعمل لها ايه مشهوره جدا في الاكزيما في الستات والشيفات. تمام، يعني هو سواف اكزيما هي مشهوره كده. ده كونتاكت يعني اكزيما. في بقى اللي هي الديسهيدروتيك اكزيما او الاكزيما الحاده، دي بيبقى اسمها بونفليكس، عباره عن حويصلات كده موجوده في الايه اطراف الايدين والرجلين، ومعاها حكه برضه وهرش شديد. طبعا هو يعني انواعها كتير. طبعا في اكزيما عصبيه، دي بتبقى واحد مثلا بيحك في حته معينه، حاجه بتيجي مع حاجه نفسيه، نفسيه، او بتيجي مع تغيير الفصول، او بتيجي مع مرضى السكر، الكبد، الكلى. يورش في مكان معين فبيقعد يورش في المكان ده لحد ما يجف، وبرضه بيتزايد فصل الشتاء ولحد ما بيعور نفسه. في الاكزيما الدهنيه، دي بتبقى موجوده صيف شتاء، بس برضه بتزداد شويه فصل الشتاء. الفطر السطحي اللي موجود في فروه الراس والوش بيعيش، فبيخلي الغدد الدهنيه كل حاجه من دول لها علاج مختلف. طبعا مختلف.